تخيل لو قلتلك إنه في حضارة على الكوكب ده عدد أفرادها بيوصل ل20 كوادريليون فرد، يعني لكل إنسان عايش فينا في قدامه 2.5 مليون منهم. إحنا مش بنتكلم عن كائنات فضائية، إحنا بنتكلم عن الجيران اللي بنمشي فوقيهم كل يوم وإحنا مش واخدين بالنا إنه تحت رجلينا إمبراطورية حقيقية، عندهم جيوش نظامية ومزارع بتنتج محاصيل وحتى مستشفيات ميدانية بتعمل عمليات جراحية معقدة لإنقاذ الجرحى. الأغرب من كده إنه الإمبراطورية دي شغالة بدقة خرافية من غير مدير واحد يدي أوامر ومن غير ما تطلب مساعدة من حد. النهاردة عشان ناخد بريك من المواضيع التقيلة هنتعرف مع بعض على أذكى سيستم اجتماعي خلقه ربنا. هنشوف إزاي النمل ممكن يعلمنا دروس في السيادة والإدارة وحتى الطب. لما بتشوف طابور نمل ماشي بنظام رهيب، فكرت قبل كده مين اللي رسم لهم الخط ده؟ الإجابة محدش رسمه لهم. النمل بيمتلك لغة كيميائية معقدة جدا اسمها الفيرومونات، وهي عبارة عن مواد كيميائية دقيقة بتفرزها النملة من جسمها وبتسيبها كإشارات على الطريق، فيقدر باقي النمل يقراها ويتحرك على أساسها. ودي مش مجرد ريحة، ده سيستم اتصالات متكامل. النملة وهي ماشية بتسيب وراها أثر كيميائي بيقول للي وراها كل حاجة، في أكل هنا وفي خطر هناك، وحتى أنا محتاجة مساعدة في شيل الحمولة دي. والذكاء هنا مش في الفرد، الذكاء في الشبكة. مفيش نملة بتعرف كل حاجة، بس المستعمرة ككيان واحد بتعرف تعمل كل حاجة. وده أول درس بنتعلمه منهم. النجاح مش محتاج سلطة أو مدير بيزعق فوق دماغك، النجاح محتاج سيستم تواصل شفاف الكل فهمه والكل بيتحرك بناء عليه بمنتهى التناغم. لو فاكر إنه ناطحات السحاب هي قمة الهندسة البشرية، فأنت محتاج تبص شوية تحت رجلك. تحت الأرض النمل بيبني مدن كاملة ومعقدة لدرجة تخلي أكبر وأشطر المهندسين مذهولين. وإحنا هنا مش بنتكلم عن مجرد حفر، إحنا بنتكلم عن هندسة معمارية ذكية. المستعمرة فيها نظام تكييف مركزي طبيعي بيحافظ على درجة الحرارة والرطوبة، وفيها كمان غرف مخصصة لكل حاجة. غرف الحضانة، ودي أهم مكان في المستعمرة، مخصصة لتربية أطفال النمل في مراحل النمو الأولى، مكان آمن ومحمي جداً لحد ما يكبروا ويقدروا يخرجوا للحياة. وفي كمان المخازن السرية، غرف معزولة لتخزين الأكل وضمان إنه يفضل صالح لأطول فترة ممكنة. وكمان غرف النفايات، ودي بتبين قد إيه النمل كائن نظيف جداً. بيبني غرف معزولة تماماً لرمي الفضلات عشان يحمي بيته من الأمراض. والإعجاز مش بس في التصميم، الإعجاز في القوة البدنية اللي بتنفذ التصميم ده. النملة الواحدة تقدر تشيل وزن يوصل 50 ضعف وزن جسمها، وعشان تتخيل الرقم ده بيعادل إنك كإنسان ترفع عربية نقل ضخمة فوق راسك وتمشي بيها بمنتهى السهولة. القوة دي مع النظام هي اللي بتخلي النمل قادر يقلب تربة الأرض ويهويها أكتر من ديدان الأرض نفسها. والنمل ده مش بيبني لنفسه بس، هو حرفياً المهندس البيئي اللي بيعيد تشكيل كوكبنا من غير ما نحس. قبل ما الإنسان يخترع الزراعة بآلاف السنين، كان النمل بالفعل بيدير بيزنس متكامل مربح جداً. النمل مش مجرد كائن بيبحث عن أكل بالصدفة، هو كائن بيعرف يصنع أكله. في أنواع من النمل بتدخل في علاقة تحالف مع حشرات تانية زي حشرة المن مثلاً، بيحموها من المفترسين وبيوفروا لها أكل، وفي المقابل بياخدوا منها مادة سكرية غنية بالطاقة بتمثل مصدر غذائي أساسي للمستعمرة. وده مش مجرد تعاون، ده نظام تبادل تجاري ذكي جدا لضمان استمرارية الغذاء. أما النمل القاطع للأوراق فده قصة تانية خالص. النمل ده مش بيقطع الشجر عشان ياكله، هو بيقطعه عشان يستخدمه كوقود لمزارع فترة عملاقة تحت الأرض. النمل هنا بيقوم بدور الفلاح المحترف، بيزرع وينظف الأرض من الحشائش الضارة
ويحصد الفطر اللي هو مصدر أكله الوحيد. الدرس هنا أبعد من مجرد أكل. النمل بيعلمنا إنه القوة الحقيقية بتيجي من قدرتك على إدارة مواردك وإنتاج أكلك بنفسك، وإنه التعاون مع كائنات تانية ممكن يخلق نظام اقتصادي مستقر وقوي حتى في أصعب الظروف. هنا بنوصل للنقطة اللي خلت العلماء يقفوا مذهولين. النمل مش بس ذكي في البناء والزراعة، هو بيمارس الطب باحترافية. في دراسات حديثة اكتشفوا إنه في أنواع من النمل بتفرز من جسمها مضادات حيوية طبيعية قوية جداً. لما نملة بتتجرح، زمايلها بيبدأوا يعالجوا الجرح بالمواد دي عشان يمنعوا انتشار العدوى في المستعمرة كلها. لكن الأغرب من كده بكتير هو الجراحة. في أنواع من النمل زي نمل فلوريدا النجار، لو لقوا نملة مصابة بجرح خطير في رجلها بيعملوا لها عملية بتر كاملة للرجل المصابة باستخدام فكوكهم القوية عشان ينقذوا حياتها قبل ما السموم أو البكتيريا توصل لجسمها. والمذهل إنه نسبة نجاح العمليات دي بتوصل لأرقام بتنافس الطب البشري. النمل هنا بيعلمنا إنه قيمة الفرد من قيمة الجماعة. هم مش بيتخلصوا من الضعيف أو المصاب، هم بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يعالجوه ويرجعوه عنصر فعال تاني في الإمبراطورية. سيستم طبي متكامل قائم على الرحمة والذكاء والحفاظ على الكيان. لما تكون إمبراطوريتك ناجحة وعندك مخازن أكل وموارد، طبيعي يكون عندك أعداء. وهنا النمل بيتحول من فلاح محترف لجنرال عسكري ما بيرحمش. الدفاع عن المستعمرة عملية مدروسة باحتراف. في أنواع من النمل بتعتمد على الهجمات الانتحارية. النملة بتفجر غدة داخل جسمها عشان تطلع مادة لزجة وسامة تشل حركة العدو تماماً وتمنعه من التقدم، حتى لو كان الثمن هو حياتها. وفي كمان نمل الفك المفترس اللي بيمتلك أسرع حركة في عالم الحيوان. فكوك بتقفل بسرعة بتوصل ل 230 كيلومتر في الساعة. ضربة واحدة منها كفيلة إنها تطير راس العدو أو ترمي النملة نفسها بعيد عن الخطر في أجزاء من الثانية. في مستعمرات النمل العجوز هو اللي بيتم إرساله للمهمات الخارجية والأكثر خطورة زي الاستكشاف والحروب، لأن المستعمرة بتعتبر إنه الشباب هم مستقبلها اللي لازم يفضل جوه لرعاية ولادهم، والكبار في السن بيقوموا بدورهم البطولي الأخير في حماية الكيان. مصلحة الوطن بتتحط فوق أي اعتبار فردي. رحلتنا جوه إمبراطورية النمل بتخلينا نبص للأرض اللي بنمشي عليها بنظرة تانية خالص. يمكن المرة الجاية وانت ماشي في الشارع أو في الجنينة تبص تحت رجلك شوية وتمشي بالراحة وتحاول ما تدوش على نملة لو في إمكانية إنك تتفاداها. إحنا مش لوحدنا على الكوكب ده، في كائنات صغيرة حوالينا ليها دور وليها حياة وليها نظام حتى لو إحنا مش شايفينها. في ذكاء عظيم متوزع في أصغر الكائنات اللي خلقها ربنا. النمل بيعلمنا إنه العظمة مش محتاجة حجم ضخم، والنجاح مش محتاج تسلط. العظمة هي إنك تكون جزء من منظومة بتسند بعضها وبتحترم تخصصاتها وبتحمي أضعف أفرادها. النمل بيغير شكل التربة وبيوزع البذور وبيحيي الغابات وبيعمل دوره بهدوء ومن غير بروباغندا. رحمتنا إحنا كبشر مش بتبان بس في تعاملنا مع اللي شبهنا، الرحمة الحقيقية بتبان في تعاملنا مع الكائنات الأضعف مننا اللي نقدر نأذيها بسهولة بس بنختار ما نعملش كده. من أبسط الحاجات اللي نقدر نبدأ بيها إننا نعلم ولادنا ما يعذبوش أي كائن حي لمجرد اللعب أو الفضول، نملة كانت أو فراشة أو قطة أو كلب أو أي كائن تاني. ده احنا حتى الورد ما بنسيبوش في حاله، أحيانا بنقطفه لسبب تافه جدا، هنجح السنة دي ولا لأ، بيحبني ولا ما بيحبنيش. سيب الورد في حاله يا عم، لو عملت اللي عليك هتنجح، ولو حد بيحبك مش محتاج وردة تتقطع عشان تثبت لك ده. الجمال الحقيقي مش إننا نمتلك الحاجة الجميلة، بس إننا نسيبها تعيش. على كل حال، في النهاية السؤال اللي لازم كلنا نسأله لنفسنا، هل إحنا كبشر بكل التقنيات اللي عندنا
قادرين نبني سيستم بالدقة والرحمة والتعاون اللي عند النمل؟ أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.